عليكم؟ كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم دجاجه معمره بالشعريه الصينيه والزيتون اللي كتجي رائعه وزوينه. نتمنى تجربوها غير في الكوكوط، يمكن لكم ديروها في الفران، انا درتها غير في الكوكوط، كتجي بنينه وسهله دغيا كتوجد. نتمنى تجربوها. وقبل ما نبداو فيديو، لا عجبكم فيديو ما تنساونيش بلي لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد قناه زينب. نبداو على بركه الله، ندوزو للطريقه. اول حاجه كنحتاجو الشعريه الصينيه القياس اللي بغيتي. عندي نص حامضه مصيره اللب ديالها والزيتون مقطع، عندي 4 الفصوص ديال الثوم، قزبور ومعدنوس مقطعين رقاق، وعندي واحد المعلقه مع مرش الهريسه، الخرقوم، سكينجبير، الابزار، شويه من الفلفل الاحمر والملحه. كما العاده دائما الملحه كتبقى على حسب الذوق. كنخلط الكل على هذه الطريقه، ما كنضيفش الزيت نهائيا. صافي. وكنبدا كنعمر الدجاجه اللي عندي فيها 2 كيلو، يمكن لكم ديروا القياس الدجاج اللي بغيتو. صافي كنعمر الدجاجه حتى كتعمر مزيان، وكنخليها كترتاح تقريبا ربع ساعه. من بعد ما شربات ليا شرموله، كنجيب واحد الكوكوط كندير فيها 3 الحبات البصله اللي قطعتهم رقاق، وكندير قشيوشات ديال الدجاج اختياريا، يمكن لك ما ديريهمش، وعندي شويه ديال القنصه اللي قطعتها رقيقه. صافي. وكنخلي الكل كيطيب مع الدجاج، كنسد عليه 30 دقيقه. ومن بعد ما طابت ليا الدجاجه كندهنها بشويه ديال الزبده وكندخلها للفرن. وعندي المريقه اللي كنزيد عليها شويه ديال الكبده وزيت الزيتون، ما كنضيفوش في الاول نهائيا حتى الاخر. وصلنا الشكل النهائي، دجاجه معمره بالشعريه الصينيه والزيتون، كتجي رائعه وزوينه. نتمنى تجربوها.
وبلا ما نطول عليكم فيديو، لا عجبكم فيديو ما تنساونيش بلي لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد قناه زينب. السلام عليكم، الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد.